فاطمة عليها السلام ولبست ثيابها الطاهرة، ثم قالت يا أسماء أنا داخل حجرتي أصلي نوافل وأقرأ القرآن، فإذا انقطع صوتي كلميني، فإن أجبتك فهي الحياة، وإلا فإني لاحق بأبي وحبيبي رسول الله. تقول أسماء دخلت فاطمة إلى حجرتها بينما أنا أسمع صوتها بتلاوة القرآن، ولما نزل الموت قالت فاطمة إليك ربي لا إلى النار، اللهم في رضوانك وجوارك ودارك دار السلام. ثم غمضت عينيها ومددت يديها ورجليها وفارقت روحها الدنيا. أين المنادي وفاطمة ومظلومة ومكسورة أسماء تقول دخلت عليها وجدتها مستقبل القبلة مغطاة بمنديل، كشفت المنديل عنها حركتها ناديتها لم تجبني فإذا بها ميتة. تقول أسمع بها الأذنى وإذا بالباب تقرأ. من اللي طرق الباب؟ أسماء تقول أسرعت فتحت الباب وإذا به الحسن والحسين دخلا إلى صحن الدار يناديان أما فاطمة كلمينا. ما متعودين إذا قالوا يما فاطمة ما تحاكي، أما فاطمة كلمينا سيدا يضع لكم الطعام. قالوا أسماء منذ متى عهدنا ناكل من غير أمنا فاطمة؟ سيدا يزهى نائمة الآن تريد ترتاح الألم بأضلاعها في وجهها في عينها. قالوا أسماء ما هذا وقت نوم أمنا فاطمة. ماذا يدخلون تقول حاولت أمنع ميدا. دخلوا على الزهراء الحسن عند رأسها الحسين عند قدميها. أسماء تقول والله كسر خاطري الحسين. تقول والله كسر خاطر الحسين يقبل أقدامه. إنها أنا حسين يما تحاجيني، أنا حسين يما تحاجيني، يما ما كسر قلبك وليدني، بدي ايدك ونجمة العين قبلنا مني يما تطلع الروح. الحسن يقول أما كلميني قبل أن تخرج روحي من بدني. ناداها أما فاطمة وإذا بالحسن يقول أخي حسين عظم الله لك الأجر لقد ماتت أمنا فاطمة. خرجا مسرعين إلى المسجد وهما يبكيان بكاء عاليا. ويا أهلي يلاقي الحسن والحسين سيدي تذكرت ما جدكما قالوا. دخلوا للمسجد وإذا بهما يقولان أوليس قد ماتت أمنا فاطمة. وإذا بأمير المؤمنين 3 مرات يقوم ويقع على وجهه بنون المصيبة. راح مسرعا إلى الدار انشغل بتغسيلها وتكفينها. لكن أمير المؤمنين هاي أسماء تقول أنا
سيدي أبا الحسن توصونا بالصبر وترجعون. قال يا أسماء الصبر جميل لكن ليس على فاطمة. ليش سيدي؟ قال مرت يدي على أضلاعها فوجدت ضلعا مكسورا. نعم عظم الله الحدود على فاطمة. لماذا سيدي؟ قال مرت يدي على ضلع من أضلاعها ووجدته مكسورا. يا بضلع واحد يا علي وهد حيلك جاب له حسين شو تسوي يا علي؟ ضلع واحد يا علي وهد حيلك جاب له حسين شو تسوي يا علي؟ من الزهرة ضلع من كسير. هاي الأضلاع سيدي من اللي شافها؟ يقولون هي زينب اللي وصلت بجسد أبي عبد الله، شافت هالأجساد اللي طحنت بالخير. أنا ما أريد أن أطيل عليك هالأبيات، إن شاء الله نسألك الدعاء، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا هذا القليل. غسلها كفنها أمير المؤمنين، صلى عليها، شيعها بالليل. يقولون أمير المؤمنين المشيعين وإذا وصل إلى المقبرة بعض الروايات تقول بأن علي بن أبي طالب اصطنع 40 قبرا حتى ما يحفرون قبر الزهراء. حفر قبرا للزهراء، نزل بالقار. يقولون أمير المؤمنين تأخر. قلت أمير المؤمنين، يقولون الحسين قال أبويا علي شو تأخرت؟ قال أبا يا حسين أنا أبحث عن تراب الناعم حتى لا يؤذي أضلاعه. حتى لا يؤذي أضلاع الزهراء. ويا ناعم تراب ناعم تراب ودور الضلع ناعم تراب. ويا بالباب بالباب يا أبتي دون الضلع على شمي الباب. ويا ما تحمل صواب وممكن بعد ما تحمل صواب. يا بولد نعسك شاب يسالف على ولد نعسك شاب. أو لما الحسين يصيح يا بقلبي يا ابويا لمين بويا ما ينحمل بويا المصاب. لكن أمير المؤمنين دفنها على التراب عليها. لكن تعال شوف أيتام الزهراء، شوف الحسن شوف الحسين. يا بولي الحسن وحسين ويا على قبر الزكياه بأثرها. قلنا يا اخوي حسين زينب ما جتنا ويانا تساعدني وانا على ملكان. امير المؤمنين امر المشيعين ان يرجعوا. بقي امير المؤمنين زهراء مصيعا. يا علي اقرا القران على قبره. يقولون امير المؤمنين يقرا القران. هومت عينا امير المؤمنين بالنوم واذا بالزهراء جاءت لعلي. يا علي ارجع الى الدار. لماذا يا فاطمه؟ ما يصيبك؟ قالت علي ارجع الى الدار، ابنتنا زينب انتبهت من نومها والان تدور في دارنا والدار خاليه مني ومنك يا علي. قلنا زينب يا حيدر روح لي، زينب يا حيدر روح لي، نشف دموعها اصبر عليها. اخاف على بنيتي البكيه تموت من يبار عيال الحسين. زينب بهالاثناء في دار امير المؤمنين قلها يا يما انا اول ظلامه يا يما نسينا من بعد جيتها. يما ما انام
بأزاي الباب، قل ابويا هذا الباب والله لا تخلي، انا مالي قلب يا ابويا صدلي، قل ابويا هذا الباب شيله، هذا الباب خلونا عليله. رجع لعلي بن ابي طالب لايتام الزهراء على قبر فاطمه، لكن اريد اروح انا وياك الى مصيبه اخرى. هاي المصيبه في الشام، في خلبه الشام، لغريبه يتيمه من يتيمات الحسين. هاي اللي يقولون هي اشبه الناس بالزهراء رقيه سلام الله عليها، طفله صغيره ماتت غريبه من شده الضرب، شده الالم. يقولون هاي لما دفنت في الشام وارادوا ان يرجعوا عائله الحسين الى المدينه، جاءوا بالاضعان، اركبوا السبايا، اليتامى، الاطفال، النساء. زينب تنظر الى وجوه العلويات لكنها تفتقد سكينه بنت الحسين. يقولون زينب ما سئلت عنها، كانت تدري وين تلقاها. جاءت الى الخربه واذا بها تجد هذه اليتيمه عند قبر اختها وضع راسها على قبرها. يا قلها يا خي نروح عنك ما نقلوب، غريبه وعينك تظل على الدروب. يا خي نروح عنك ما نقلوب، غريبه وعينك تظل على الدروب. اخاف ان ما يصح ونرد لك النار، مبارك ناخذ الليل ضع الثوب. جاءت لها زينب قالت بني ما الذي ارجعك؟ قالت عمه لما احضر النياق الاضعان كاني اسمع اختي من داخل قبرها تقول هل من الباب حولها وين يرحون، هل جابوا محاملهم يا بي حملون يحملون يحملون، ما قالوا رقيه بنقبض شلون. يلا بنيتي يلا عمه خلي نروح الى المدينه، عمه ما اروح عنها ما اروح عنها، عن اختي امل ما اروح عنها، عمه لما ينقطع بالقاع يا وزادت الأم على بنتها وزادت البنت على أمها، من دارها تسمى إلى شردها. اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. اللهم لا تفرق جمعنا